السلام عليكم. اليوم حنسوي مع بعض أسهل وأسرع صينية صدور دجاج مع رز بطريقة مرة سهلة لذيذة منقذة، يعني تجهز بسرعة، تنفع لغدا سريع أو عشاء. وتعالوا نجهزها مع بعض. بالنسبة للمكونات هنحتاج صدور دجاج مقطعة قطع صغيرة، هنحتاج كوب من كريمة الطبخ، هنحتاج 4 معالق كبيرة من الزبادي، هنحتاج 3 فصوص من الثوم مبشورة ومفرومة ناعم، وشوية من الزنجبيل الفريش. هنحتاج جرام مسالة، ملعقة ونص صغيرة من جرام مسالة، كمون، كزبرة ناشفة، كركم، بابريكا مدخنة أو العادية. هنحتاج صلصة طماطم تقريبا ملعقتين، هنحتاج عصير ليمون، وهنحتاج كزبرة مقطعة صغير، وملح وفلفل اسود. ونبتدي نجهز مع بعض. اول شي هنسويه هناخد الدجاج نتبله عشان نخليه يتشرب التتبيلة. ناخد الزبادي ونحط عليها كل البهارات اللي قلنا، اللي هي الجرم مسالة والكمون كزبرة بابريكا كركم. نحط الملح والفلفل الاسود، نحط عصير الليمون، كزبرة فريش، هنحط زنجبيل وثوم، نحاول نخلطهم كلهم، وصلصة الطماطم. نحركهم لغاية ما الزبادي تتخلط فيه كل البهارات وتتجانس، بعدين نضيف الدجاج. الحين نضيف الدجاج، نخلطه كويس لغاية ما يتغلف بكل التتبيلة، ونسيبه على جنب يرتاح أقل شي لمدة ساعة. يعني ممكن نسويها قبلها بوقت، ممكن بليلة كاملة يكون أحسن، تشرب جميع النكهات، والدجاج كمان يطرى معانا لأنه فيه ليمون وزبادي، فبيكسر الأنسجة ويخلي الدجاج مرة طري. أو لو إحنا مستعجلين ونبغى نسويها في نفس اليوم، فنسويها نخليها نص ساعة على بال ما نجهز الرز تكون هي جاهزة. خلاص الحين حخليها على جنب وابتدي اجهز الرز. الحين نبتدي نجهز الرز. هناخد قدر احنا نطبخ فيه، نحط شوية زيت وزبدة، نحط البهارات الحب، نضيف الرز، ونضيف الموية المغلية، خلاص. ونغطي على الرز ونخليه يستوي على نار هادية جدا لمدة من 12 ل 15 دقيقة. أهم شي النار تكون مرة هادية. نحط الزيت يسخن في المقلاة، ونحط عليه الزبدة لغاية ما يسخنوا كويس مرة، بعدين نضيف الدجاج. الحين نضيف الدجاج، ونخليه يتحمر. طبعا نستمر في التحريك لين ما ينطبخ معانا الدجاج. ممكن نغطيه عشان ينطبخ أسرع. كده الدجاج ابتدى ينشف معانا، خلاص صار جاهز. نضيف الحين الكريمة،
في هذه المرحلة ندير شوية من الفلفل الأسود، طبعا اختياري يعني مو ضروري. كده خلاص الدجاج صار جاهز معنا. الحين ناخد الصينية اللي هنحط فيها الرز ونحط طبقة أولى من الرز. الحين نضيف شوية من الدجاج والصوص. شايفين ما شاء الله الدجاج كيف طالع كريمي؟ ما أقول لكم الريحة مرة حلو، كريمة مع الجرام مسالة مع طين، مرة ريحة حلوة. ونضيف شوية من الكزبرة اللي قطعناها، ورشة خفيفة من البصل المقلي. والحين نضيف باقي الرز. ونضيف الطبقة الأخيرة من الدجاج. طبعا بعد ما نضيف الدجاج ونزينها فينا ندخلها للفرن لو نبغى نعطيها تحميرة من الوجه أو لا. ممكن نستغنى عن هذه الحركة لأنه كل شيء مطبوخ، يعني ما نحتاج ندخلها للفرن. ونزينهم بالبصل والكزبرة المقطعة صغيرة. وبكده صينية الدجاج صارت معنا جاهزة. شايفين ما شاء الله الألوان تفتح النفس، وحتى الريحة ما شاء الله ما أقول لكم قديش مرة حلوة، تشهي تجوع. أتمنى أنكم تجربوها وتعجبكم، وأشوفكم في وصفة جاية إن شاء الله.